السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا مره اخرى في مطبخ اسامه. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. كيف كتلاحظوا معايا اليوم غندير معكم واحد العصير اقتصادي جدا كيتوجد في اخر لحظه ديال هاد الحراره هذه ديال الصيف، هذا منعش ولذيذ بزاف. هنا كيف كتلاحظوا عندي خديت واحد الحامضه مثلجه قطعتها قبل، قطعتها حكيتها اولا حيت لها القشره ديالها، وقطعتها طريفات صغار حيت لها دوك العظيمات. اما كنحيد كيبقاو العظيمات، حيت العظيمات ضروري خصنا نحيدو هاد العظيمات الصغار. صافي. هنا عندي خياره اللي قشرتها على هذا الشكل هذا، خليت فيها شويه ديال القشره، غادا نقطعها حتى هي طريفات، نخليها بالزريعه ديالها بكلشي بهذا الشكل هذا. صافي. دابا غنديرو في الاناء في الخلاط الكهربائي باش غنطحن العصير. هنا كيف كتلاحظوا درتو في الخلاط الكهربائي. دابا غندير سنيده على حسب الذوق، انا غندير غير شي شويه، ما نكثروش السكر حتى الاخير ونذوقوا. بالنسبه للماء خصو يكون بارد مزيان من الثلاجه. غندير نصف لتر ديال الماء. صافي. غنطحن هاد العناصر اولا، غنطحنهم ونرجع معكم. هنا كيف كتلاحظوا غنصفي هاد العصير. هنا كنكمل هاد الاطر ديال الماء بارد، كنكملو في هاد وكنصفي هاد الشكل هذا. صافي. كيبقاو لنا هاد الطريفات ديال الحامض، ها هو واجد. هذا هو الشكل ديالو. دابا غنرجعو للخلاط باش نزيد عليه واحد المكون ثالث. هنا المكون الثالث اللي غنضيف ليه هو هذا ياغورت ديال بيستاش، كيعطيه واحد النكهه رائعه. غنضيفو ليه ونعاود نخلط حتى كينسجموا، وندوق على حساب الحلاوه. الا خاصتنا نزيدو السكر صح والذوق ونرجع معاه. هنا دابا غنفرغو في قرعه ديال العصير ونقدمو معكم ان شاء الله. وهنا كيف كتشوفوا كيبقى هذا هو الشكل النهائي ديال العصير اللي درت معكم. غادي نفرغوه في الكؤوس ديال التقديم بهذا الشكل هذا، كيجي رائع بزاف. نتمنى انه ينال اعجابكم، راه كيجي منعش ولذيذ بالحامض والخيار. كنزينوه بطريفات ديال الحامض بهذا الشكل هذا. صافي. وكنقدموه بالصحه والراحه. الا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بالضغط على زر لايك، وما تنساوش تشتركوا في القناه لمزيد من الوصفات، ودائما فعلوا زر الجرس باش يوصلكم الجديد، ولي بارطاج مع الاحباب باش تعم فائده. وشكرا.